دكتور فاضل في مستشفى يقول لي والله دخل علينا رجل، ده واقع اهو، ما بتكلمش عن الصحابة، هذا واقعنا. بيقول لي دخل رجل ما شاء الله بلحية بيضاء، وجه منير مشرق، من أهل القرآن. أول ما دخلناه غرفة الجراحة بيعمل عملية جراحية بكى. فأنا بقول له يا ولد أنت بتبكي وأنت رجل ما شاء الله من أهل القرآن وجهك منير؟ قال له لا يا ابني أنا ما ببكيش، أنا مش خايف من العملية يا ابني. قال له امال خايف من إيه؟ قال له أنا خايف بعد ما تديني البنج مش هعرف أقرأ النهاردة الورد القرآن اليومي. ورد القرآن بتاعي النهاردة أنا مش هعرف أقرأه، فأنا خايف من كده. فبيقول احتقرت نفسي. الدكتور بيقول شعرت بضآلة، راجل داخل يعمل عملية جراحية وخايف هيفوت الورد القرآن اليومي. قال له بتقرأ كل يوم قد ايه؟ قال له الحمد لله 3 أجزاء، بختم كل 10 أيام مرة بفضل الله. وأنا أشهد أن جدي لأمي كان يختم كل 3 ليال مرة، والله رأيت ذلك بعيني منه. كل 3 ليال مرة من حفظه، جالس في السرير يقرأ 10 أجزاء كل يوم. فبيقول قلت له طيب يعني معلش يا والدي دي جراحة وانت معذور قال له طب ممكن أطلب منك طلب يا ابني؟ قال له اتفضل. قال له أنا هتوضى وأنا متوضي، وأول ما تجهزوني للعملية ما تدونيش حقنة البنج إلا لما أقرأ جزءا كاملا من ورده، يبقى لي جزئين توكلوا على الله بقى. قال له حاضر. يقول والله يا شيخ شرع في قراءة الجزء، وحينما أشرف على نهاية الجزء أشار إلي فليتفضل طبيب البنج، ودخل أعطاه حقنة البنج. يقسم لي بالله وصوروا هذا، يقول والله يا شيخ محمد أعطينا حقنة البنج وأجرينا له الجراحة وما كف لسانه عن قراءة القرآن، بصوت مرتفع. بقول أتيت بزملائي تعالوا هذه آية من آيات الله، تعالوا اتفرجوا شوفوا ايه اللي بيحصل. قلوب عجيبة، قلوب. فأعظم بركات الطاعة أنها سبب لحسن الخاتمة.